السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بيكم في English Community مع مستر عبد الفتاح علام. ويلا بينا. عمرك حبيت تتكلم عن حاجة كانت مستمرة في الماضي قبل ما حاجة تانية تحصل؟ يعني مثلا كنت بتذاكر وبعدين حصل موقف فجأة. إزاي بقى نعبر عن الفكرة دي في الإنجليزي بشكل صح؟ هنا بقى بيجي دور ال Past Perfect Continuous، الزمن اللي بيوضح إن الفعل كان مستمر لفترة قبل حدث تاني في الماضي. في الفيديو ده إن شاء الله هنفهم بسهولة إمتى نستخدم الزمن ده، إزاي نكونه صح، وإزاي نفرق بينه وبين الأزمنة التانية. يلا بينا كده نبدأ ونفهم خطوة بخطوة إن شاء الله. عندنا الماضي التام المستمر بيتكون من الفاعل had been زائد verbing. عايزين نتفق إن أي حاجة مستمرة في اللغة الإنجليزية بنحط الفعل في ing. واحنا عندنا الماضي التام بيتكون من هاد زائد البي بي. تمام. بما انه مستمر هيبقى فيربنج. هنربط الاتنين مع بعض بكلمة بين، يبقى ده معناه بيتكون من هاد بين زائد فيربنج. تمام. زي مثلا when I met علي، ساعة ما قابلت علي he had been walking for 2 hours. كان مستمر في المشي بقاله ساعتين أو أكتر، فده معناها إن في يعني في هنا مدة أو في حاجة دلالة على الاستمرارية، فاستخدمت الزمن الماضي التام المستمر. النفي عندنا بالفاعل hadn't been زائد verbing، والسؤال ب WH had فاعل been زائد verbing، ولو بالفعل مساعد هيبقى had فاعل been زائد verbing. تمام؟ بيستخدم فين زي ما اتفقنا؟ بيعبر عن حدث كان مستمرا في الماضي بدأ وانتهى في الماضي خلاص قبل وقوع حدث آخر. ده نفس الماضي التام بالظبط، ولكن هنا في دلالة على الاستمرارية، يعني في مدة for 6 hours that day. هنلاقي مثلا all week، هنلاقي مثلا كلمة for أو since أو how long أو before أو until. الحاجات دي ممكن بتلاقيها مستخدمة كتير جدا في الماضي التام المستمر. بنربط الماضي التام المستمر والماضي التام بفعل ماضي آخر معه، ويرتبط المضارع التام المستمر والمضارع التام بفعل مضارع آخر معه. يعني أنا لو عايز أربط الماضي التام المستمر والماضي التام هربطه بفعل ماضي، ولو مضارع تام مستمر ومضارع تام عادي هربطه بفعل مضارع آخر معه. تمام؟ طيب إيه الفرق بين الماضي التام المستمر والماضي المستمر بس؟ اللي بيعبر عن حدث كان مستمرا وقطعه حدث آخر. إيه الفرق ما بينهم؟ تعالوا نبص كده بالأمثلة. عندنا مثلا when the race started it was raining. هنا قال لك ساعة ما بدأ السباق المطر كان مستمر في المطر، يعني المطر كانت بتمطر ولسه شغالة. and the streets were wet، والشوارع كلها كانت مبللة. إنما هنا قال when the race started it had been raining and the streets were wet. هنا بقى بيقول لك عندما بدأ السباق لم تكن تمطر، ما كانتش لسه مطرت، ولكن قد توقفت قبل بداية السباق. هنا بقى المعنى اختلف تماما. was raining ده ماضي مستمر بيدل على حدث كان مستمرا وقت الكلام. تمام. وقطعه حدث آخر. إنما had been raining ده بقى حاجة لم تكن موجودة وبعد كده حصلت وقطعه حدث آخر، ولكنها استمرت فقط قبل البداية. تمام. لو ذكرنا مرات حدوث الفعل فبنستخدم الماضي التام العادي وليس الماضي التام المستمر. يعني مثلا لو أنا قلت لكم بقول مثلا when I met أحمد he had typed 3 reports. ساعة ما قابلت أحمد لقيته كان خلاص طبع 3 تقارير. فأنا ممكن أول ما أشوف كلمة 3 دي أقول أيوه ده كده مستمر. لأ، لما بيتكلم على حدوث الفعل أو بيذكرنا بعدد المرات هنذكر الماضي التام العادي وليس المستمر. إحنا عايزين المدة عشان يخليه مستمر. ما بنستخدمش أفعال الحالة، ودي طبعا بنقولها كتير جدا. أي أفعال حالة ما بنستخدمهاش مع الماضي التام المستمر. أفعال الحالة زي مثلا التفكير والحب والكره والعاطفة والإحساس، أي حاجة مش حركية بنستخدمها في البسيط عادي جدا. زي مثلا واحد بيقول أنا عندي صداع، فهل عندي صداع ده استخدمه في الماضي المستمر الماضي التام المستمر؟ لا، مش هينفع خالص. عادي جدا هستخدم had اللي هو الماضي التام had زائد البي بي. ولو سألنا إيه الكلمات الدالة هي نفس كلمات الماضي التام العادي. عندنا after و as soon as بيجي بعدها ماضي تام ماضي بسيط. before by the time ماضي بسيط ماضي تام. till until ماضي تام بعدها وقبلها ماضي بسيط منفي. no sooner hardly scarcely بيجي بعديهم had زائد الفاعل زائد البي بي، ولو جم في النص بيجي قبليهم الفاعل had no sooner أو hardly أو scarcely زائد البي بي.
جمعناهم مع بعض كده لو تفتكروا معايا وقلنا till until أو after when as soon as بمجرد أن، بعديهم ماضي تام يا حبايب وماضي بسيط وياه له نايب، وعندنا before و by the time ماضي بسيط ماضي تام.